السلام عليكم. في البداية عايز أرحب بيكم وأعرفكم بنفسي. أنا اسمي شادي حمزة، مواطن مصري عادي جدا، بحب السفر جدا، مؤمن جدا إن الإنسان ما اتخلقش علشان يعيش ويقضي كل حياته في مكان وبلد واحدة علشان بس يشتغل ويتعب ويشقى ويكرر نفس الروتين ونفس الدايرة كل يوم من حياته، ولكن لازم يكون عندنا أحلام وأهداف وحاجات عايزين نحققها وحاجات بنحب نعملها. ومن الحاجات دي اللي أنا بحبها عن نفسي شخصيا هي السفر، وأقول للناس إن السفر مش مستحيل وإن هو مش حكر على فئة معينة من الناس، بس لازم يكون ضرورة من أساسيات الحياة بتاعتنا. والحمد لله بقالي فترة بسافر وبلف العالم، يمكن مش بصورة منتظمة ولكن بحاول على قد ما أقدر إني على الأقل أسافر مرة أو مرتين خلال السنة. بس في رحلة المرة دي حبيت إن يكون فيها حاجة مختلفة، إن أشارك الرحلة دي معاكم علشان تعيشوا معايا التجربة كاملة، تجربة السفر واكتشاف العالم، وأضمن لك إن أنت خلال التجربة دي هترجع بمنظور وفكر مختلف تماما. فقررت في السفرية اللي جاية دي إني هاخد مجموعة من الناس اللي هي مهتمة بالرحلة، هساعدهم وهنتشارك مع بعض متعة السفر. مش بس كده، ولكن هنتشارك كمان تنظيم الرحلة عشان تكون التجربة كاملة تماما. قررت إني أعمل رحلة بإذن الله الشهر الجاي في شهر يونيو لدولة أذربيجان. اخترت دولة أذربيجان لأكتر من سبب. السبب الأول والرئيسي هو التأشيرة، إن تأشيرة أذربيجان السياحية سهل جدا الحصول عليها من السفارة بدون أي تعقيدات. تاني حاجة، علشان تسافر لدولة أذربيجان مش محتاج تطلع تصريح أمني من القاهرة. وتالت حاجة، إن الدولة سياحيا فيها معالم كتير جدا ممكن نزورها ونبدأ بيها، التوقيت اللي احنا هنسافر فيه هيكون ممتاز للسفر والاكتشاف البلد دي. فحابب طبعا اشكر كل واحد بعتلي مهتم بالرحله وتفاصيلها. انا تواصلت معاكم جميعا، والخطوه الاولى باذن الله هي هتكون ان احنا نطلع تاشيره السفر. وعشان تكونوا عارفين، انا مش شركه سياحه، ولكن انا بس شخص بحب السفر وعايز اشارك التجربه دي مع الناس التانية اللي عايزه تبدا او ما عندهاش خبره كبيره جدا في السفر. فشكرا مره تانية، واوعدكم ان التجربه هتكون ممتازه وممتعه جدا، وهنحاول نستفاد منها على قد ما نقدر. مش بس كده، هنحاول كمان ان احنا نوفر في تكاليف ومصاريف الرحله، لان الرحله دي هتكون بادجت تريب، هنقعد في فنادق، في هوستلز، هنلاقي تغير في الخطه بتاعتنا. فاتمنى من الناس اللي هتطلع تكون فليكسبل شويه في الحته دي وفي النقطه دي بالذات. طيب دلوقتي نعمل ايه؟ اول خطوه هتكون هي ان احنا نطلع التأشيرة بتاعت السفر، والتأشيرة سهلة جدا. كل اللي انا هحتاجه هو صورة الباسبور، ويكون على الأقل في 6 شهور من تاريخ انتهائه. هنحتاج صور شخصية، حجز فندق مبدئي، حجز طيران مبدئي، ومبلغ 20. طبعا اي حد حابب يعمل الحاجة دي لوحده مفيش اي مشكلة اطلاقا، بس بعد ما ناخد التأشيرة باذن الله خلال ايام من التقديم عليها. تاني خطوة هنعملها هي حجز تذاكر الطيران بتاعتنا. السفر طبعا هيكون من مطار شرم الشيخ لمطار باكو، والرحلة هتكون عبارة عن 8 ايام هنقضيهم ونحاول نلف فيهم ونستكشف على قد ما نقدر دولة أذربيجان. وإن شاء الله خليكم متابعين في فيديوهات تانية وأبديتس هبعتها لكم على الإيميلات وأرقام التليفونات. شكرا لكم ونشوفكم قريب بإذن الله.